انك انت بتاخد ادويه معينه، لما بتاخد معاها اكل معين بيحصل تفاعل او بيحصل انتراكشن ما بين الاثنين. تغذيه اطفال، عندنا تغذيه رياضيه، عندنا تغذيه كبار، عندنا تغذيه مسنين. مساء الخير عليكم كلكم. معاكم دكتور سيف الدين عصام، دكتور التغذيه العلاجيه بمستشفيات جامعه عين شمس ودبلوم التغذيه العلاجيه في جامعه بوسطن USA امريكا. الحقيقه التغذيه العلاجيه في الفتره الاخيره كانت من الموضوعات المهمه جدا واللي الجميع بقى كانوا بيتكلموا عنها، وفي اقاويل كتير وفي جايد لاينز كتير وفي حاجات كتير. بس اللي انا عايز اقوله، عايز اكده ان التغذيه العلاجيه لا تقتصر فقط على السمنه وعلى النحافه، بل لها موضوعات كتير جدا. عندنا تغذيه اطفال، عندنا تغذيه رياضيه، عندنا تغذيه كبار، عندنا تغذيه مسنين، عندنا في فرايتي من الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها عن التغذيه العلاجيه. ده طبعا غير تغذيه المستشفيات، الحالات الحرجه، الحالات اللي موجوده في الرعايات المركزه، ده يعني فيل تاني خالص او برانش تاني من التغذيه العلاجيه. وبالتالي لما احب اتكلم عن التغذيه العلاجيه احب اذكر مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الكبد، مرضى الكلى، مرضى القلب. كل المرضى دول بيبقى المفروض في حاجات من تغذيتهم ممنوعه، المفروض ان هم ما ياكلوهاش، وفي حاجات المفروض ان هم ياكلوها، وفي كمان اغذيه بتتعارض مع الادويه اللي بياخدوها. فالمفروض ان احنا نبدا نعمل على توعيه المريض، ان انا ابدا اشرح له وافهمه واوعيه انك انت بتاخد ادويه معينه، لما بتاخد معاها اكل معين بيحصل تفاعل او بيحصل انتراكشن ما بين الاثنين، فيو هاف تو افويد، او المفروض ان انت تتجنب الاكل دوت مع الدواء دوت. فهي الفكره كلها ان احنا بنحاول تو انهانس او ان احنا نحسن الوضع الصحي للمريض عشان يبدا ان هو يعني يشفى او يريكفر بطريقه اسرع وبطريقه سليمه بدون اي اعراض جانبيه. بكل بساطه ده كان شرح مبسط لفكره التغذيه العلاجيه. معاكم دكتور سيف الدين عصام، دكتور التغذيه العلاجيه بمستشفيات جامعه عين شمس ودبلوم التغذيه العلاجيه بجامعه بوسطن USA. اطمن على صحتك من خلال صحتي. شكرا.